شوفي سعدية، ما اقول لك انت يومك اسود النهارده، مش معدي معايا. ليه يا اخويا اللي حصل كفر الشر؟ انا حصل مني حاجه زعلتك في حاجه؟ حرام عليك يا فوزية اللي بتعمليه فيا ده يا فوزية. حرام عليك، ده ما يرضيش ربنا يا فوزية اللي انت عاملاها فيا يا فوزية. اللي يا اخويا اللي وجعك اللي مزعلك بس؟ ايه اللي حصل مني اللي ده كله؟ ايه اللي جرى؟ علينا لما اقول لك بس يوميا انت عشان انت طمعاني في عيش. طيب يا اخويا اديني جايلك اهو، بس قول لي اللي حصل، ايه اللي جرى بس؟ تعالي ورايا بره في الصالة يا ست انت عشان عايزك في موضوع. اديني يا اخويا جيت اقول لي بس ايه اللي حصل، ايه اللي جرى بس؟ اسمع ما اقول لك يا ست انت، انا زهقت منك وقررت ان انا اتجوز. قررت ايه يا اخويا؟ اخس عليك يا راجل يا قليل الاصل يا دول. انت من صباحية ربنا عمال تهزق فيا وتشتم فيا، اقول لك ايه يا اخويا اللي جرى، ايه اللي حصل، وعمال اكلمك بكل ادب واحترام. عاجبك مش عاجبك تروح عند بيت اهلك، انت فاهمه ولا لا يا ست؟ انا مش عايز اسمع صوتك تاني. زي بعض يا خليتها بنت اصل وبنت ناس زيي وتعيش معاك على الحلوة والوحشة. ومالي يا اخويا اتجوز، بس انا مش مسامحاك، مش مسامحاك يا شو مصطفى، مش مسامحاك خالص. سامحيني ما سامحنيش، الموضوع ملهاش فيه. انت فاهمه ولا لا؟ اللي سمحتيه هنفذه واعمله. اسمع عم اقول لك بقى، كنت ناوي تتجوز زي ما انت بتقول، شوف لك مكان يا اخويا عيش فيه، المكان ده مش هيسانا مع بعض. اخرتها كده يا سعديه، تطرديني من بيتي اللي عملته بعد تعب وشقيه. تطرديني منه، تطرديني من البيت يا سعديه، وتقولي لي شوف لك مكان تاني. تشكري يا سعديه كتر خير. انت عايزني يا اخويا اقول لك بعد العمر ده كله ان انت تجيب واحده عليا وتجيب لي ضره في البيت تقرفني اقول لك تعالى اقعد معايا؟ لا يا حبيبي، ده كان زمان، كان زمان وغيرك اشطر. الشغل ده مش يعجبني، طالما يا اخويا انت بتتبطر عليا